السلام عليكم حبايبي، بالله عليكم لو سمحت انا اول مره اعمل فيديو بالكلام اللي انا هقوله. شيرولي، اعملوا اكسبرول، خلي حكومتنا تشوفه، خلي الدكتور مصطفى مدبولي يشوفه، خلي رئيسنا اللي قال انتوا نور عينينا. يا رئيسنا، يا رئيس بلدنا، يا رئيس مصر. انا دلوقتي باخد من المعاش بتاعي تكافر وكرامه 800 جنيه. 800 جنيه مش هيكفوني الشهر. 800 جنيه انا قايله لصاحب البيت هديلك يوم 15 الايجار، فانا بنزل اخد المعاش من المكنه يوم 15، باخد 800 جنيه من المكنه، بدفع وانا جايه بدفع لصاحب البيت بديله 400 و400 التانيين ادفعها من النور. بتاع النور بيجي ورايا، يا ثاني يوم بيجي ياخد مني 350 يا 400 عشان انا من الداخل، انا قاعده من الداخل، قاعده في اوضه بنافعها، فانا بدفع 350 يا 400. يبقى كده صلاه النبي 400 ال 800 جنيه راحوا للايجار وراحوا ايه، وراحوا لصاحب البيت. طب انا بقيت الشهر اعيش منين؟ اكل وشرب. بقيت الشهر ادفع منين؟ غاز، ميه، نت. هتقولي بتفتحي نت؟ ايوه بدفع نت. ايوه من عدن السلم الناس كلها فاتحه، مش انا بس اللي هفتح، كل الناس فاتحه نت. هتقولي لي معاك فين عيالك؟ هقول لهم لا، ما انا عيالي ما تاخدش قوت عيالها وهتيجي تدي لامهم. رجالتهم بتديهم مصروف يروحوا ياكلوا عيالهم، مش هتيجي بنتي تديني مصروفها ولا ابني هيجي يديني مصروف عياله ومصروف مراته. كل واحد عنده اللي يكفيه. انا ابني قاعد في حديث ومع 3 بنات، معهوش يديني، معهوش يديني ويساعدني. عيالي معاهم جوزها ورجالتهم بتديهم مصاريف، ممشين وربنا اللي عالم بيهم. طب انا فين؟ انا فين في الموضوع ده؟ كده انا ضايعه، مفيش حد بيخبط على بابي ويقول لي خدي. فانا تعبانه، بروح لدكاتره، بجيب علاج، بعمل عمليات. عملت 2 عمليات في عينيا اليمين ولسه الشمال. انا تعبانه، انا مش قادره اتكلم، وبجيب علاج السكر وعلاج الضغط وعلاج اللي مش عارفه ايه. يعني انا بجيب علاج ياما، كل 10 ايام بجيب ب 500 جنيه علاج، قطره وبرشام ومرهم للجفاف لعينيا، بجيب علاج السكر، بجيب علاج الضغط. يعني انا كل 10 ايام بجيب ب 500 جنيه علاج كل 10 ايام. اجيبهم منين كل 10 ايام؟ فانا تعبانه. فبالله عليك يا دكتور مصطفى مدبولي تقف تحل لنا المشكله ديت، تقف معانا في حكايه المعاش بتاع كفر وكرامه. انتوا بتزودوا كل المعاشات بتزيد، احنا ليه مش بيزيدنا؟ ليه احنا يعني وحشين نروحوا نموتوا؟ طب ما ربنا ياخدنا، احنا نموت لما ربنا ياخد روحنا، احنا مش هنموت كفره. فاحنا مش عارفين نعمل ايه، فاحنا بنطلع لايف، بنطلع عشان قاعدين محترمين، محدش بيفرحنا عشان احنا بنطلع محترمين وبنطلع ما بنتكلمش، فاحنا محدش بيفرحنا. ولو ربنا بعت لنا واحد ابن حلال معادي وشوفنا وقاعدين زي الغلابه وقاعدين حاطين ايدينا على خدينا كده، بيفرحونا. يا دوب بننزل نجيبوا طلبات بيتنا، بنجيبوا اكل يومين وبنقول الحمد لله، ده ربنا شايفنا، ربنا بعت لنا ولاد الحلال. واللي بيروح ما بيجيش، يعني بيفرحنا بيروح ما بيجيش تاني. فاحنا هنجيب ايه؟ هنعمل ايه؟ فاحنا تعبنا والله، احنا تعبنا. انا جوزي لو عايش كان مات على موته، يعني هو كان ميت، لو ربنا حياه وشاف الدنيا كان قال لا، نروح التربه احلى، الاخره احلى من الدنيا. لا انا تعبت. انا تعبانه فعلا. انا بيجي من كتر الصداع من الفكر اللي في دماغي، بقوم دماغي بتوجعني، ببقى عايزه انام تاني. عماله ماشيه بالبرشام المسكن. انا عشان اخلع ضرسي، اخلع سنه 300 جنيه كشف وخلع، بدفع 300 جنيه. لو جبت سباك يعمل لي حاجه بياخد بين 200 و 300 جنيه. واخر حاجه اخد مني سنه 2200، اخر حاجه خد مني 2200 عشان اللي عمل لي مواسير. وصل صوتك.